سلام عليكم. الريل ده رسالة من القلب للفنانة سما المصري وأي حد زيها. كان بيجهر بالمعصية وبعدين ربنا تاب عليه. أولا حابة قبل ما أقول الرسالة اللي عايزة أقولها لها ولأي حد زيها أهمس في أذن أي حد بيشكك في نيتها من إنها بتطلع وتقول الكلام ده. ملناش ندخل في نوايا الناس يا جماعة. في ادعاءات إنها بتعمل ده عشان تركب ترند، إحنا ما نعرفش، فبلاش ندخل في نوايا الناس وبلاش نبقى قضاء على قلوبهم. هي عملت شيء يعتبر جهر بالمعصية، كان لها محتوى غير لائق وبعدين ربنا هداها وتاب عليها، فطلعت تقول للناس لو سمحتوا لو في فيديوهات يعني عندهم ليها يشيلوها. انا بس حابه ابشرها بحاجه، هي مسؤوليتها ايه بعد ما تتوب توبه صادقه؟ ان هي تشيل اي حاجه هي رفعتها تقدر تشيلها. بعد كده هي مش مسؤوله لو حد تاني عمل شير وهي ما قدرش توصل له، دورها كده خلص. والسبب في كده ايه يا جماعه؟ لان في مسؤوليه مشتركه. صح هي بتعمل محتوى غير لائق، بس برضو الناس مطلوب غض البصر فرض، فاللي بيختار يشوف ده بمزاجه هو مسؤول. اللي عمل شير لمحتوى غير لائق ليها او لاي حد ده في ميزان سيئاته، وهي لما تتوب هيبقى ميزان سيئاته لوحده. فاحنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي حاجات تخلينا نحب ربنا اكتر. اعرف ربك يطمئن قلبك. اشكركم.